بعد ما خلصت بقى كده وايه وقعدت بقى كده ومسكت التليفون. لقيت بقى بنتي جايبالي كوبايه عصير كده ساقعه مشبره. لقيتها بتقول لي خد يا مامي. تسلم ايدك يا قلب مامي. ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيديو جديد ونهار سعيد علينا إن شاء الله. وروتيننا النهارده روتين حلو قوي. بصوا بقى، النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل روتين كده خفيف. كان فيه ممكن ان انا اعمل حاجات اكتر من كده، بس انا حبيت يعني ايه، ما يبقاش روتين كبير. فاهمين قصدي؟ حبيت اختصر لكم كده روتين النهارده. كان عندي غسيل كنت غاسله امبارح ونشره. ف طلعت كده لميت الغسيل. ما بحبش اسيب الغسيل كتير في الصيف بالذات. بحب مثلا انا كده كده لما باجي انشر بغسل مثلا لما الكهرباء بتيجي طبعا. يا اما قبل الكهرباء ما تقطع مثلا برقع اول دور، واما الكهرباء تيجي اروح مشغله عليه دوره كامله يعني. وبعد كده ابدا ايه اغسل الدورين اللي وراهم وانشر ايه مثلا على الساعه 7 كده. ويعني مثلا ايه اللي هو اخر النهار. انا بنشر اخر النهار في الطراوه، الجو حر قوي انا بنشر في الرابع، والجو بيبقى طول النهار حر ولعة طبعا. فانا من الناس اللي ما بتقدرش وما بتحبش الحر ولا الشمس ولا الكلام ده كله. فانا بنشر اخر النهار، فبسيبه بقى تاني يوم وفي نفس الميعاد اللي انا نشرت فيه بطلع الم فيه الغسيل. تمام، خلصت كده الغسيل. قلت بقى لما اكل الحمام بتاعي كده هغير له بقى الميه بتاعته. ميه الحمام انا مش برميها، انا بروي بيها الزرع كده. ايه ده فيها كاكا بتاع الحمام، ما هو ده المفيد ده. دي حاجه مفيده للزرع يا جماعه. تمام. في ناس اصلا، او مش الناس، احنا عامه بنجيب اللي هو الفضلات اللي بتاعت الحمام دي وبنروي، ومش بنروي بيها بقى، بنعمل فيها حاجات كده وبنروي بيها الزرع بعيدا عن الكيماويات اللي هي الصناعيه والكلام ده كله، بيبقى احسن وافيد للزرع بكتير. تمام. هنا خدت بقى ايه السقايه بتاعتهم كده شطفتها ورحت بديها لهم ميه نظيفه زي ما انتم شايفين كده. هي فين النجيله اللي انت حطيتي فيها دي؟ النجيله دي عندي فوق على السطح. النجيله دي حشيش طبيعي. تمام. وحطيت لهم الاكل هنا كده اللي هي الكلفه بتاعتهم او الاكل بتاع الحمام. وخدت بقى كده حبه حشيش من على السطح. وخرطه لهم واحطهم للحمام. الحشيش ده انا كنت، بصوا بقى طبعا اللي عارفني من زمان عارف ان انا بزرع على السطح وكده، وان انا عاشقه للزراعه. تمام. فالحتة دي انا كنت زرعها ملوخية وطلعت ملوخية وكانت حلوة جدا. فجأة كده ببص لقيت الملوخية، الحشيش ده طلع في وسط الملوخية واكل الملوخية ومفيش ملوخية. يعني ايه اكل الملوخية؟ موتها من كتر ما هو كتير وتقيل. فالملوخية ما عرفتش تتنفس وتاخد راحتها كده في ان هي تطلع وتكبر. ف يعني ايه ماتت وهو الحشيش اللي طلع لي. فقلت بركة يا جامع انا هستخدمه برضو، وباخد كده منه كل يوم حبة قد اللي انتوا شفتوهم دول اخرطهم للحمام. ويبقى احنا كده استفدنا من الحشيش اللي طلع وبوظنا الملوخية ده، ويلا بقى مش مشكلة. تمام. خرجتهم كده هروح بقى احطهم ايه وجبة كده ظريفة للحمام مع الاكل بتاعه. طبعا دي خضرة مفيدة جدا للطيور عامة يعني. هقفل بقى عليهم كده. خلاص كده انتوا خلصتوا من، انا خلصت من ذنبكم وقفلت عليكم. تمام. هات لكم اكلكم وشربكم والحشيش وكل حاجه. هروي بقى هنا كده الزرع بتاعي. الصبار بقى والزرع اللي انتوا شايفينه ده كله. عندي زرع تاني كتير ده كده بتنجان. ودي كده طالعه لي لوحدها. في ناس تقول لي شمام وفي ناس تقول لي كانتالوب، وفي انا اكلت واحده منهم كده حاسس ان انا باكل قته. مش عارفه. المهم خلصت بقى كده وجبت الغسيل بتاعي ونزلت. فقلت بقى ايه العيال بقى عايزه ايه اشطفهم كده واغير لهم و... واسرحهم ويبقوا كده ايه حلوين كده ونضوف. مسكت موكا بقى كده قلعتها بقى كده وشطفتها وغيرت لها وهسرحها. وبعد كده نعمل بقى اللي احنا عايزينه. عايزه اقول لكم انه الزيت ده تحفه. تحفه من هنا لحد اسبوع قدام. الزيت ده حلو وحلاوه مش طبيعيه. وغير كده يعني مش غير كده، هو يعني حلو قوي للهيشان. انا جربته للهيشان حلو بجد فظيع تحفه. مش غالي ابدا، حوالي ب 85 جنيه. تمام. سرحت بقى وكده موكا ولبستها طبعا زي ما انتم شايفين وظبطتها وبتنهق دلوقتي اهي.
هخلصها بقى كده تسريح، اي نعم شعريتين كده بس مجننني. تمام. آه يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنا ايه كنت خلاص كنت هنزلها كده تلعب. فالمهم لقيتها ان هي ايه عايزه تنام، فقلت ايه انا هنيمها كده. فالمهم هي برضو ما نامتش وقامت. المهم نبدا بقى الروتين بتاعنا. عايزه اقول لكم عايزين بقى نروق ايه القعده دي اللي هي يعتبر المكان ده اللي هو المكان المعيشه. تمام. قاعدين بقى واكلين شاربين نايمين مذاكرين مضاربين بعض معيطين العيال ماسكه هو في المكان ده. حلو الكلام حلو الكلام. هنمسك بقى هو بقى كده ايه هنروق. اي حد رايح واللي جاي بقى بينام على السرير ده. السرير ده كده تحس ان هو ايه عامل ايه زي قطر الحكومه. اللي رايح ايه يقعد عليه واللي جاي يقعد عليه قايمين نايمين واكلين شاربين على السرير ده. المهم يعني ايه هنروقه بقى كده. وتبقى احنا عاملينه في الروتين اللي فات. السرير ده احنا حاطينه في الروتين اللي فات ما كانش موجود قبل كده. فروقته بقى كده يا دوب ايه هنفضه كده وعدل الكبرتايه كده من عليه. طبعا اللي قاعد ما اعرفش ليه اللي بيجي يقعد على يعني على سرير على كنبه على مش عارفه ايه تبص تلاقيه من النوع اللي هو بيزحف. يعني طول ما هو قاعد كده يزحف كده ويحرك الحاجه من مكانها. انا لا. انا ممكن انام على السرير واقوم عليه واقوم من عليه وهو زي ما مفروش. في ناس بقى تنام على السرير يعني انا اعرفها كده شخصيا. بيناموا بتبقي فرشه السرير ومظبطاه ويناموا وتقوموا الصبح تلاقي كل الفرش اللي انت فرشاه على الارض. ما اعرف مش عارف بيبقوا مثلا بيتخانقوا في الحلم هو مش عارفه. المهم خلصت بقى السرير وظبطت الكنبه كده برضو نفضتها كده وعدلت الحاجات اللي عليها. هنا بقى ده كده ده كده نبات مائي. تمام. هو بيعيش في الميه او لو انت مش عايزاه يعيش تحطيه في ميه كده. فبتحطيه بتزرعيه في طينه. بس انا مستسهله ان انا احطه في الميه كده. هو نبات ظل. تمام. اسمه رجل الوزة. تمام. او سنجونيوم. في برضو حاجة زيه تاني كده. في انواع كتير بتعيش في المية وبتعيش في الناس اللي يعني ما بتحبش الزراعة او ما عندهاش الزراعة وكده. تمام. في انواع كتير بتعيش في الظل ده يعني هما يعني لو حطيتيه في الشمس بيموت عكس انواع تانية لو حطيتيها في الظل بتموت هي شمس اصلا. تمام. همسكه بقى كده في الحنفيه هغسل الورق بتاعه وهغير له الميه بتاعته. وهاجي احطه على الترابيزه اللي انا حطيتها عليه دلوقتي دي. تمام. طبعا الخضره في اي مكان بتغير المود من كل حته يعني بتغير المود الواحد. وانا طبعا غنية عن التعريف معروف ان انا ببقى نفسي ازرع ازرع تحت السرير. ازرع في الادراج اللي عندي بتاعت اوضه ببقى انا بحب الزرع في اي حته. بحب الخضره في اي مكان. انا عاشقه للزراعه. انا لو رحت في اي مكان وفي المكان ده فيه حاجه يعني مثلا ايه في زرع مثلا ممكن تاخدي تقطعي منه فرع وتيجي تحطيه في الارض الزراعيه او في التربه. ويعني ويعمل معاك جذور ويعيش معاك ويبقى عندك نبته من النوع ده. تمام. وفي نباتات لا. تمام. علم النبات ده والزراعه ده علم كبير جدا جدا جدا. محتاج الواحد يعني ايه بس اللي غاوي بقى ان هو ياخد ان هو يسأل ويعرف والنبات ده ينفع ان هو يبقى ظل ولا شمس ولا ممكن تاخدي عقلة من شجرة وتزرعيها. بتبقي عارفة كده ده ينفع ده ما ينفعش. النبات ده مريض. النبات ده عايز مثلا يتقص النبات ده عايز يتألم. حاجات كتير جدا وحوارات كتير جدا ما يغوهاش او ما يقدرش عليها غير اللي هو غاوي قوي في الزراعه. المهم انا دخلتكم كده في حوار. المهم خلاص بقى روقت كده وكنست وخلصت. هنا بقى روجينا جت قالت لي كانت مستحميه وقالت لي تعالي سرحيني. عايزه اقول لكم الزيت ده من كتر ما هو حلو قوي. انا بقيت بحب اسرح بيه العيال من كتر ما هو يعني ما شاء الله عدل شعرهم قوي يعني الهيشان. انا اقسم بالله اقسم بالله انا حطيت منه مره ما عجبنيش قلت لا انا هرميه وهدور على نوع تاني. فسبحانك يا ربي ان انا فعلا كنت هرميه وما كنتش هستعمله. حاسه ان هو لا مش جايب نتيجه. ده انا حاسه ان انا بحط ميه على شعرهم اللي هو انتي سبحان الله
لقيت الهيشان هدي شوية، مرة على مرة الهيشان هدي، هدى الهيشان يعني، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هدى الهيشان خالص. مع انه سعره مش حاجة يعني ب85 جنيه، بغض النظر عن اسعار حاجات تانية غالية جدا واسعار خيالية يعني. تمام. هنا بقى ايه، سرحت روجينا زي ما قلت لكم، اني الزيت ده خلاني احب شعر ان انا اسرحها. انا ما كنتش بحب اسرحها بسبب ان هي شعرها بيبقى هايش. اي نعم، اول ما بتسرحيه كده بيبقى حلو زي ما انتم شايفين، بس بعد كده بحس ان الشعر هايش ولا كأنك عملتي. لا، دلوقتي بقى الشعر ما شاء الله بقى حلو جدا، و الهيشان ده قال يعني انا بستخدمه دلوقتي بقالي حوالي مثلا اسبوعين، يعني بقالي اسبوعين وحسيت بفرق في موضوع الهيشان ده. تمام. فما بالكم بقى لو انا فعلا استمريت عليه، لا هيدي نتيجة حلوة قوي. هو اصلا في قلبه كده بذور حاجات طبيعية، وسعره على قد الايد اللي هو 85 جنيه، مش حاجة اصلا. خلصتها بقى تسريح، عملت لها واحده من قدام كده، لميت لها ايه الحب اللي هم قصيرين دول، لميتهم لها بواحده وخدتهم على الشويه اللي ورا كده، وحطيت لها التوكه وقلت لها يلا ايه اطلعي. تمام. هنا بقى لسه برضو انا هكمل. انا يعني كل اللي عملته ان انا روقت الصاله وايه وكنست السجاده وكده، ولسه بقى فاضل ايه المدخل. طبعا العيال بقى داخلين طالعين بالعجل ومش عارفه ايه، واصحاب العيال داخلين طالعين وهيصه، اللي هو انت اصلا انت مش عارفه اصلا تكنسي منهم، اللي هو واحد طالع وصاحبه داخل. انت دلوقتي هتلاقوا اصلا ناس طالعين داخلين او عيال طالعين داخلين ولاد جيراننا اصلا، يعني مش ولادي. اللي هو انت اصلا البلد بحالها داخله طالعه عليك كده وانت بتكنسي. تمام. وما ينفعش طبعا ان احنا نزعق لهم او كده او نكشر في وشهم، عشان اللي مرضهوش على عيالي مرضهوش على حد. تمام. فعادي بقى، هما داخلين طالعين بيلعبوا مع بعض فعادي. كرست بقى كده ولميت كل حاجة بقى. دي بنت جارتنا، تمام، واختها هتيجي واختها التانية هتيجي وابن خالتها هيجي، وام تلاقي لا هم طلعوا فوق، يعني هي طلعت فوق شوية وهتلاقيها نازلة. فعادي البيت بيتهم والله العظيم يا جماعة. المهم هبدأ بقى كده ايه، اهي طلعت فوق تاني. شفتي كانت عمالة تتجول في البيت، طالعة نازلة طالعة عادي. المهم احنا برضو عيالنا لما بيروحوا هناك بيلعبوا كده برضو. المهم بقى هبدأ بقى ايه، كنت عايزة امسح الكلام ده كان اخر النهار. تمام. كنت عايزة امسح بقى المدخل ده بالسلم، بس قلت بقى ايه خليها للصبح، لان كده كده احنا ايه يعني خلاص احنا في اخر اليوم وكده. فلا انا الصبح بقى ان شاء الله ابقى ايه امسح المدخل. اهي نزلت تاني. بصوا مش انا بقول لكم عمالين طالعين نازلين نازلين طالعين عمالين. المهم هخلص بقى كده اهوت. و كنت عايزه اعمل ايه يا ربي، كنت عايزه ابدا معاكم النهارده برضو اهو طلعت تاني. بصوا طول الفيديو هتخيلنا وتروح جايه عند التليفون كده ده بص على التليفون، اللي هو انت بتعملي ايه اصلا يعني. كنت عايزه اغسل معاكم النهارده، مش اغسل بقى، اروق معاكم المطبخ النهارده. كان عندي حبه مواعين كتار جدا، اللي هو انا والله العظيم كنت غسله اصلا امبارح، بس مش عارفه المواعين اللي هي بتتكاثر دي وملهاش اهل يسالوا عليها دي بتيجي منين. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو